أهلا بيك في الجزء الثالث من كورس السبسز. أنت دلوقتي شكيت في السبسز هتعمل إيه؟ الجايد لاينز بتقولك إيه؟ في حاجة اسمها السبسز 6 بروتوكول، 6 حاجات لازم يتعملوا في أول ساعة قبل ما تشوف العيان وتشك إنه سبسز. في الجزء ده هنتكلم فيه عن 3 حاجات منهم واللي هم جزء من الانفستيجيشنز اللي احنا محتاجين نعملها: الفول بلود كاونت، ومعاها نسحب وظائف كلى وكبد، البلود كولتشرز واللاكتيت. ساعات بيكون في جهاز في بعض المستشفيات اللي ممكن بس بتشك العيان في صباعه، عامل كده زي الجهاز بتاع الراندوم بلود شوجر، وتشوف اللاكتيت بتاعه. انا عارف ان هو مش موجود في معظم المستشفيات، ولكن على الاقل اللاكتيت بيكون موجود في الفي بي جي بتاع العيان، فعلى الاقل انت محتاج تعمل في بي جي للعيان. اللاكتيت مهم جدا، لو اكتر من 2 ده معناه ان الانسجه مش بيوصل لها اكسجين كويس، ولو اكتر من 4 ده معناه ان الدنيا بايظه خالص. المريض ده ممكن حالته تسوء في لحظات، وممكن تفكر تنفولف الاي سي يو معاك من بدري. خد مزرعه دم اللي هي البلاد كلتشرز قبل ما تبدا المضاد الحيوي لو قدرت، بس ما تخليش ده ياخر المضاد الحيوي. يعني خلينا نقول الانفستيجيشنز اللي انت ممكن تحتاج تعملها معاه. زي ما قلنا قبل كده ان السيبسز معناها انفكشن في الجسم، والجسمك ان هو ما قدرش ان هو يرياكت ليها بالشكل الصح، فلازم ندور على السورس بتاع الانفكشن ده. هيفرق معانا؟ طبعا هيفرق في نوع الانتيبيوتيك اللي انت هتديه للعيان. لو عيان مثلا السورس بتاع السيبسز بتاعه نمونيا، غير العيان السيبسز بتاعه السورس بتاعه مثلا يوروسيبسز، او لو كان انترا ابدومينال ابسس، الموضوع بيفرق. ممكن يكون عيان جاي مثلا ببايوثوركس او امبايما، ساعتها انت محتاج تحط مثلا درين. لو انترا ابدومينال ابسس محتاج تحط درين. طيب الانفستيجيشنز الاساسيه اللي محتاجينها بشكل مبدئي بتكون مثلا شيست اكس راي وتحليل بول، ده لو العيان بيجيب بول، لان ممكن يكون مثلا يوروسبسس مثلا السبب بتاع السورس بتاع السبسس. البلود كولتشرز اللي هتبعتها مهمه جدا، هتعرفك المريض ريزيستنت ولا سنسيتيف للنوع الانتيبيوتيك اللي انت هتديه. المرضى الاميون كومبرومايزد بيكونوا تريكي شويه، ممكن تكون الاعراض مش واضحه، بس لو لقيت عيان مناعته ضعيفه مع مثلا لو بلود بريشر او هاي هارت ريت، انفستيجيت بشكل مكثف شويه، ممكن تلاقي ان في مشكله. في نهايه الجزء الثالث من كورس السبسز لازم تعرف ان مهم جدا الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها، واللي هي تعتبر جزء من السبسس 6 بروتوكول. هتعمل الفول بلود كاونت وهتعمل لاكتيت، لازم تسحب بلود كلتشرز، ويفضل تكون قبل المضاد الحيوي، بس لو ما لحقتش ما تاخرش المضاد الحيوي. دور على مصدر العدوى. اساسي تعمل لاي عيان سبسس اشعه على الصدر، وتعمل تحليل بول لو كان بيجيب بول. في الجزء الرابع من الكورس هنتكلم عن العلاج، او بمعنى اصح تكمله السبسس 6 بروتوكول اللي لازم يتعملوا في اول ساعه